بسم الله. سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. اليوم جبت لكم بريوش بشكل جديد. عندي كاس تاع الحليب يكون دافي، غنزيد عليه مغرف ممسوح نتاع خميرة الخبز ومغرف تاع العسل، نخلطهم كامل هكا ونزيد 4 مغارف فرينة. واحدة، زوج، ثلاثة، 4. نخلطهم كامل هكا ونخليهم في مكان دافي حتى يتضاعف الحجم نتاعهم تاع الخليط. هنا بعد ما تضاعف الحجم صباح يعني خمر لي، راح نزيد 4 مغارف تاع الزيت، وندير شويه تاع الملح، ونص ساشي تاع خمارة الحلوى، وحبة بيض، وقشور 3 حبات ليمون، ومع شويه تاع لافاني هكا. ونخلط كامل هكا، نخلطهم مليح. هنا نسيت السكر، جبت السكر درت 4 مغارف تاع السكر. نخلط كامل هكا الخليط ونزيد الفرينة تدريجيا حتى تتلم لي العجينة. هذا البريوش رائع رائع رائع، بنة نتاعو خيالية. ان شاء الله تجربوه وتشوفوا واش راني نحكي. صح بريوش بريوش، ولكن كل ما نبدلو الشكل يعطينا واحد المذاق رائع، خاصة كي درت له الليمون مع لافاني، خرج لي واحد النكهة رائعة جدا. هنا بعد ما يعني نديرو الفرينة تدريجيا كما قلت لكم. انا نحب ندير بالمغرف باش ما تكلخليش الفرينة. انا ندير بيدي. درت 2 مغارف نتاع الزبدة، لازم او مغرف كبيرة، لازم لا مارغرين او الزبدة تكون طرية. راح نخلطها هكا داخل العجينة، باسكو انا درت غير 4 مغارف زيت. اذا زيت مغرف كبيرة معمرة مليح مليح، ديروا 2 مغارف ولا مغرف تكون معمرة مليح، ولا درتو 2 مغارف ماشي معمرين مليح. دروكا راح نعجنها كامل هكذا. ندير شويه برك. هنا تقدروا تعاونوا روحتكم بالفرينه. وهنا كي كملت كامل درت شويه تاع الزيت وحطيت هكا داخل البول، ونغطيه ونخليه حتى وين تخمر. شوفوا هنايا بعد ما خمرت راح ندير شويه الفرينه ونديرها فوق البلون دو طرافاي، ونقسم العجينه الى 9 كريات. ندير 9 كريات يعني متساويين هكذا. نسقمهم كامل، نعاون روحي بالفرينة. شوفوا هنايا درت 9 كريات، نغطيهم هكا بالساشي ونخليهم حتى يرتاحوا على الأقل 5 دقائق. هنا دروكا راني جبت فيهم هكا نديرهم مستطيل، والزبدة راهي قدامي ولا لا مارغرين. دروك نوريلكم كيفاش نديروها. يعني كل مربع نديروا له زبده هكا، مغرف صغيره نتاع الزبده، ونمشيها كامل هكا على الوجه تاع المربع تاعي هكذا، ونديرها فوق الطبسي ولا حاجه هكا سنيوه ولا هكذا لتحت. اللي ما درتلوش الزبده اللي نحطه فوق المربع اللي درت له الزبده. هنا درت الزوج على فوا باش نعاون روحي هكذا. انا نحب لي بريوش اللي عندهم شويه تاع الخدمه، باسكو كل ما ديري بريوش بشكل جديد يعطيك واحد المذاق خير من اللي ديريه هكا سامبل. هكا ندير هكا الزبده كامل على الوجه نتاع المربع نتاعي كما قلت لكم، وشوفوا كيفاش نحطها فوق الوجه اللي عندها الزبده. شوفوا نرفدها هكا من التحت ونحطها هكا فوق هذوك المربعات اللي درتهم اللي عندهم الزبده، نحطها فوق في الوجه اللي ما عندهاش الزبده. يعني الصوره راهي واضحه بدون شرح، يعني تقدروا تشوفوها برك هكا وتشوفوا واش راني ندير. هكا حتى نكمل كامل 9 كريات توعي. هذه الاخرها، هذه ما نديرلهاش كامل الزبده ني لتحت ني من الفوق. هكا نحطها برك فوق هكذا،
نغطيها ونخليها. الا كان الحال بارد خليها برك فوق البلون دو طرافاي. الا ماشي بارد الحال ديريها داخل الثلاجة على الاقل 15 دقيقة باش تقدري تجبديها. شوفوا هنايا بعد ما مرت 15 دقيقة ندير شويه فرينه وهكذا ونجبد كامل العجينه نتاعي ونديرها مربع طويل، يعني رقيق، ماشي رقيق رقيق حتى نوين، على الاقل 0.5 سنتيمتر، يعني تقدري تحطيه يعني دروك تشوفوا المربع نتاعي كيفاش يكون. ما لازمش يكون رقيق رقيق حتى نوين. انتم على بالكم حاجه اللي لازم لها الخمه يعني تخمر. شوفوا هنايا راح ندير كامل على المربع نتاعي، حندير نزيد له لا مارغرين، نمشيها كامل هكذا هكذا نمشيها كامل. شوف كي بعد ما مشيتها كامل هذيك الزبده، ودروكا ندردر عليها السكر الخشن، لازم يكون يعني كميه لا باس بها، ودروكا نقطع هكذا فوالا هكذا نقطعهم اشرطه، ومن بعد ندور هكا. وما لازمش كي تدوروهم هكا ما لازمش تضغطوا عليهم، لازم تخلوا لهم ليسباس باش كي يخمروا يلقاو رواحتهم. شوفوا هنايا انا درت في السنيوه هذه درت الاوراق هذو تاع تاع لي مادلين. نتوما تقدروا ديروا هذوك الطويسات نتاع الالومنيوم، هذوك يعني عمليين جدا جدا. انا ما لقيت غير الاوراق هذو، قلت يعني نديرهم هكا، ماشي كي ما لقيتش حاجه صافي ما نديرش الحاجه اللي حبيتها. اذا نشوفوا هنايا نحطها هكذا ونخليها حتى وين تخمر، ومن بعد ندير لها. شوفوا هنايا حطيتها كامل هكا، نخليها حتى وين تخمر وندير لها صفار بيض. وصفار البيض درت لها شويه تاع لافاني ومغرف نتاع الحليب، نخلطهم هكا مليح وندير كامل على الوجه تاع البريوش نتاعي، ونخليها حتى وين تخمر. انا نحب ندير البيضه دروكا ومن بعد كي تخمر باش ما نضغطش عليها. اذا بعد ما خمرت راح نديرها داخل الفرن 200 درجة. شوفوا هنايا بعد ما خمرت انا شعلت الفرن 200 درجة، ومن بعد نقص لها 180 درجة. شوفوا هنايا بعد ما خمرت لي خرجت رائعة جدا. شوفوا هنا بعد ما نحيتها، انا غير كيما نحيتها دروكا ما نقدرش ميم با نمسها، نخليها بعد ما بردت شويه. راح درت هنايا شويه تاع لا كونفيتور مع عصره تاع القارص، ودرتو هكا. تقدروا ديروا العسل مع القارص ولا لا كونفيتور مع القارص، يعطيكم واحد البنه رائعه جدا. انا ما حبيتش ندير عليها الجنجلان باش ما تغطيش الوجه نتاع البريوش تاعي. ديجا هكا برك راهو يشهي وعنده واحد الشكل رائع جدا جدا، ومن الداخل ولا اروع، واحد المذاق رائع رائع جدا هكذا. شوفوا الداخل دروك نحل لكم الحبه تشوفوها اون ديري لي مادلين. شوفوا الداخل كيفاش يعني رائع جدا جدا. انا كي نقول لكم رائع حتى وين ذقته وعلى بالي باللي رائع. و يعني ليسونسيال العائله تقول لي يا ماما هايل هايل. اذا ما بقى لي غنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.